علم ما بعد الموت. فجرت جامعة ستوني بروك للطب ومقرها نيويورك واحدة من أكثر قنابل علم ما بعد الموت جنونا وإثارة. ففي دراسة علمية هي الأحدث والأكثر دقة، تبين لكبار الباحثين فيها أن المخ يتوقف عن العمل بمجرد الوفاة أو بعدها بدقائق، وهذا كان متعارف عليه منذ زمن، لكن الجديد في الدراسة أنها أثبت أن توقف المخ يكون بنسبة تقارب 95%، تشمل كل مراكز رد الفعل والمراكز الحيوية الرئيسية كالتنفس والنبض والحركة وغيرها، لكن مراكز السمع والإبصار على وجه الدقة تستمر في إعطاء إشارات لفترات طويلة بعد الوفاة تجاوزت بضع ساعات. نفس الإشارات التي تعطيها المراكز نفسها للشخص الحي، فالميت يسمع ما حوله بكل وضوح، يرانا حوله بجلاء تام، لكنه أصبح حبيس نفسه، انعدمت عنده الحركة وردود الفعل، لا يستطيع الرد عليك، لا يستطيع الحركة تجاهك، لكنه يراك ويسمعك تماما كما لو كان حيا. مذهل أثناء قراءة البحث ومع كل كلمة وإثبات. يحضرني موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قتل المشركين في بدر، وقف صلى الله عليه وسلم ينادي: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، غير أنهم لا يجيبون. أشهد أنك رسول الله. في بحث من جامعة ميشيغان تؤكد الدكتورة جيم بورجيدن أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة. وعندما قام فريق البحث بمراقبة نشاط الدماغ لدى عدد من البشر لحظة الموت، وجدوا نشاطا غير عادي في المنطقة البصرية من الدماغ. لقد سجل العلماء من هذه الجامعة إشارات بواسطة الأقطاب الكهربائية لقياس تقلبات الكهربية في الدماغ إلكتروانسيفالوغرام EEG صادرة من عدد من البشر خلال الموت، وتبين أن نشاطا زائدا في منطقة الإبصار في الدماغ يدل على أن الميت يرى أشياء مذهلة تؤدي لحدوث هذا النشاط، ولكن لم يتعرف العلماء حينها على نوعية الصور التي يراها من يشرف على الموت. وتبين من صور المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي نشاطا زائدا في منطقة الإبصار، مما يدل على أن الكائن الذي يشرف على الموت يرى أشياء غريبة لحظة الموت. ما نوعية الأشياء التي يراها الميت؟ أجابتها دراسة لاحقة لجامعة ميشيغان الأمريكية ذاتها، والتي أكدت بشكل تام أن إشارات مركز الإبصار في المخ لحظة الاحتضار تكون بشكل أقوى بكثير جدا من الإشارات الطبيعية. وتقارب الإشارات التي يعطيها مركز الإبصار في المخ حين التعرض لوميض قوي جدا. يبدو أن الميت يرى حينها أشياء عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي، يراها بوضوح وجلاء تام، يفسره الإشارات القوية التي يعطيها مركز الإبصار في المخ بأن هناك موجات ضوئية عالية القوة والوضوح. وصدق الله إذ يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورة قاف 22. يبدو أن الوميض هذا المصحوب بإشارات قوية جدا لمركز الإبصار في المخ حين الاحتضار هو لظهور كائنات نورانية عالية الإضاءة جدا بشكل لا يمكن للكائن الحي العادي أن يراها، ولكن لا يراها إلا من أصبح بصره اليوم حديد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سورة فصلت 53. أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.